ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة هنعمل ايه بقى؟ انت عارفة الروتين بتاعي دايما بيبقى بالليل. نادرا ما بطلع حاجة بالنهار لاني ببقى مش فاضية بالنهار. المهم عشان ما اطولش عليكم، انا هعمل وصفة برضو بالتوست، ولسه مكملين في وصفات التوست، لان التوست بتطلعي منه وصفات كتير جدا وكلها وصفات مغرية بصراحة. انا معايا نيوتيلا، واظن مفيش بيت ما فيهوش نيوتيلا، ومعايا شوكولاته، ومعايا التوست. ودي بس مكونات الوصف، حاجه بسيطه وسريعه وما تاخدش وقت وتنفع في اللانش بوكس. يلا اشتركوا في القناه وننزل في التعليقات نصلي على سيدنا محمد وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل ما هو جديد معايا. يلا بينا. انا هاخد مجموعه من التوست كده، وليكن مثلا كده، عشان انا هعمل نموذج بسيط، لان انا الوحيده اللي هنا يعني باكل الشوكولاته. هنا هعمله كده اهو. انا عايزاه بس يتساوى مع بعض. تمام. هنزل هنا، هنزل على الحروف دي، اقطعها كده كده اهو. الحروف دي على فكرة عشان بس يعني محدش يقول طب انا هعمل بيها ايه، دي ممكن تنشفيها وتعمليها بقسماط. وهقطع دول كمان كده، هنا كده، وهقطع الحروف دي كمان كده. بس عاوزة بس اساوي الحروف. هاجي هنا بقى اساوي الحروف كده. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم اهو. الله عليك كده. خلاص خلاص. بالطريقة دي سويت الحروف اهي. هاجي هنا معايا النشابة بتاعتي. هعمل ايه؟ هاجي هنا اهي اعمل كده. تمام، بسيطة. هحشي السندوتش كده او بالنيوتيلا بتاعتي اهو. هعمله كده بالمنظر ده كده، وهلفها. احطها التانية. بسم الله اهو. برضو هعملها كده وهحشيها. عايزين تشيلوا الحرف اللي ورا ده شيلوه اهو. هحشيها برضو كده. خلاص. وهلفه كده زي الرول بالمنظر ده كده اهو. اللي بعدها برضو اهو. بقى نعملهم كلهم مرة واحدة كده اهي بالمنظر ده. خلاص برضو هحشي. طبعا الحته اللي اتقطعت دي هخليها هنا كده، هنا كده، وهقوم عامله ايه كده. بسم الله. لو وصلتوا لهنا انزلوا تعليقاتكم الجميله، ما تنسوش الاشتراك في القناه والاعجاب، وتصلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وبكده نبقى احنا الفيديو عملناه، وفي نفس الوقت بنكسب حسنات بالصلاه على سيدنا محمد اهو كده.
كده وهلف. اخر واحدة شرط كمان التوست يبقى صابح. انا اللي معايا هنا مش صابح قوي، فبلصمه يعني بعمله بالراحه زي ما بيقولوا يعني اهو. تمام، لفيته كله رول. هجيب ده بقى عينه كده بالمنظر ده خلاص. ودي كمان بشرت شوكولاته اهي، معاكي بقى فول سوداني، في شويه فستق، شويه اي حاجه عندك اطحنهم كده اهو. المنظر ده كده بس كده تمام. وهنشيل دي كده. هجيب هنا احط الميه، ميه سخنه هنا. تمام، وهحط الشوكولاته في قلب الميه السخنه دي كده اهي علشان تسيح. وهقلب كده. عايزه بس اثبتها وهي بدات تسيح اهي بالسباتولا، بمعلقه بقى باي حاجه هتقلبي لحد ما تلاقيها ساحت معاكي الشوكولاته اهي. حطيت الشوكولاته تمام، وحطيت الفول المجروش، وبعدين حطيت التوست اللي انا عاملاه. بس عشان ايه الكاميرا مش برضه ما صورتش الحته دي يا جماعه. انا سيحت الشوكولاته، حطيت فيها الفول اللي انا عاملاه دقاه، عاملاه فرافيت صغيره كده اهو. وبعد كده هحط فيه الحاجه اللي انا عاملاها اللي هي دي، هحطها في قلب الشوكولاته هنا كده. تمام، بالسباتولا بقى او بالشوكه بحاول احطه عليها كده. وكنت بقول ممكن السباتولا ان انا الامكانيات اللي عندي هنا اللي انا قاعده هنا في لمصة بتبقى بسيطه، فمش كل حاجه بلاقيها يا جماعه، لان هنا السوبر ماركت موجوده بس مش موجود فيها كل الحاجات اللي احنا بنحتاجها في وصفاتنا، فبجيب على قد الامكانيات اللي موجوده، وببقى اقول يا رب الوصفه تطلع كويسه، لان مش بالامكانيات اللي انا اتمناها يعني، او اللي هي بتبقى المفروض تبقى موجوده. تمام اهي، عملتها كلها بالشوكولاته بالمنظر ده كده اهي. هاجي بقى بالشوكه واطلعها بالشوكه اهي، واحطها جنب اختها بالمنظر ده هنا كده. اللي بعده اهي، بس عاوزه الاول الم الشوكولاته دي كده. انا ما سيحت الشوكولاته كتير، طبعا تسيح الشوكولاته ان انا سخنت ميه ورحت عامله لها حمام ميه كده وحطيتها فيه. ما سيحتش كتير لان انا مش عامله مقدار كبير يعني، لاني مش عندي هنا انا اللي يمكن باكل الشوكولاته اكتر من اي حد، فانا عامله يعني مقدار صغير اقول لكم على الوصفه وفي نفس الوقت يكون ليا بس اهو. اهي طبعا لو الشوكولاته سايله وتحطيها بيبقى افضل، بس انا ما لقيتش غير الشوكولاته دي
للاسف يعني مش سايله قوي اهي. بحاول اغمسها كلها بالشوكولاته بالمنظر ده اهي. مع بقى الفول اللي انتي عاملاه يبقى حاجه تحفه. الشوكه بقى وهشيلها، حطي جنب اخواتك، تحط جنب اخواتك. انت حالفه ان انت جنب اخواتها هنا. ليه كده؟ ليه تبوظي الدنيا ليه؟ اهي هي في الاول في الاخر كده هتخش التلاجة يعني. اللي بعده مش كده برضو مش كده. حط اللي بعدها بالمنظر ده كده اهو. طبعا الشوكولاته مش اللي انا جايباها مش جيده خالص، عشان تبقوا عارفين يعني ما كانتش جيده قوي، فعشان كده يعني انا محاسبه قوي وانا بشتغل. تمام. هدخلها ايه التلاجة وما تطلع نشوفها. يلا. ومعلش في الكلمه، ايه الجمال والحلاوه دي؟ شوفوا ايه الحلاوه دي اهي. لما دخلتها التلاجة او تدخلها الفريز، شوفوا ايه الطعامه والحلاوه دي يا جماعه. حاجه بسيطه جدا والله، ما لا كلفت وقفه ولا كلفت اي حاجه. توست قطعت حروفه، حطيت عليه شوكولاته، عملته رول، بعد كده سيحت شوكولاته، حطيت عليها فول سوداني او ده بندق او فستق او اي حاجه من اللي عندك مكسرات، ورحت مقلباه فيه، وبعد كده دخلتها التلاجة. عظمه اهي. شوفها بقى. شوفوا الجمال ده. ايه؟ بسكوت بالشوكولاته، تحفه. عامله زي الكيكه او البسكوت بالشوكولاته، والله تحفه. تنفع في اللانش بوكس، وتنفع لو انت جايلك حد وما عندكيش اي حاجه حلوه وعاوزه تعملي حاجه سريعه يكون شكلها حلو وطعمها احلى، وانتوا قاعدين كده سناكس كده للاطفال، حاجه تحفه ومغذيه. ما تنسوش الاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل ما هو جديد وكل ما هو مفيد، وتعليقاتكم الجميله، وتصلوا على سيدنا محمد عشان نكسب كلنا حسنات. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحبكم.